الإنسان إذا احتج بالقدر، فمعنى الاحتجاج بالقدر أن يقول الله قدر عليه. طيب كلمة الله قدر عليه تجوز في حالتين وتحرم في حالة. الله قدر عليه تجوز في حالتين وتحرم في حالة. جائزتان في حالة جائز في حالتين وحرام في حالة. تبون الحرام ولا الجائز أول؟ أنتم وجيه غانمة ولحن طيبة. خلينا نبدأ بكم بالجائز. الحالة الأولى أن تحتج بالقدر بعد نزول المصيبة، فتقول الله قدرها عليه. يا سلام يا ولد، والله هذا من كمال الإيمان عندك، مؤشر الإيمان عندك ممتاز. في قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. صح؟ وإن أصابك شيء في الحديث فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن هذا جائز بإجماع العلماء، وهو من مقتضيات الإيمان، احتجاج بالقدر عند المصائب، وهي التي سماها الناظم البيت وشو؟ البيت وشو؟ قاعدة الاحتجاج بالقدر أيوة عند المعيب لا يجوز. أي لا أسفل أجل، ما بعد جيناها. الحالة الثانية التي من الحالات إيش؟ الجائزة. بولي من الحالات الجائزة، سأكتبها في نصف سطر بس انتبهوا لي أهي. أن يحتج بالقدر على معصية كان يزاولها يفعلها ولكن تاب منها التوبة الصادقة النصوح. كان يشرب الخمر 60 سنة، ثم يجي واحد يقول ويتوب منها، تاب منها هو، يقول: يا أخي تشرب الخمر 60 سنة، أنت صاحي أنت، شلون قعدت 60 سنة وتشرب الخمر؟ فيقول: يا أخي الله قدر علي هذه المصيبة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وهاتان الحالتان دليلهما حديث محاجة موسى مع آدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك في جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء، فبكم وجدت الله خلقني فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني. قال موسى: ب40 سنة، يعني كتب التوراة ثم مضت 40 سنة ثم خلقك، يعني كتب الله التوراة بيده قبل خلق آدم ب40 سنة. قال: فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني يا موسى على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. العلماء مختلفون في تأويل هذا الحديث، فمنهم من قال إن آدم احتج بالقدر على الخروج من الجنة، والخروج من الجنة مصيبة، فهذا دليل على أن الاحتجاج بالقدر على الخروج على المصائب إيش؟ جائز، وهو الحالة الأولى. لكن من أهل العلم من قالوا لا، آدم احتج بالقدر على الأكل من الشجر، لكن حتى احتجاجه هذا احتجاج جائز. لماذا؟ لأنه قد تاب من هذه المعصية، وأخبر الله عز وجل بتوبته عليه في القرآن. واضح؟ هاتان الحالتان جائزتان. بقينا في الحالة الثالثة، وهي أن يحتج من يكمل بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها ويصر عليها. ليش تشرب الدخان؟ الله قدر علي. ليش تشرب الشيشة؟ الله قدر علي. ليش تزني؟ الله قدر علي. ليش ما تصلي؟ الله يهديني، أنا الله قدر علي، إذا أراد الله أن يهديني سيهديني. كل ذلك من باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي لا تزال، وهو محرم باتفاق العلماء. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. انتبه. ويقول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا في الآية الثانية: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب، فوصف الله الاحتجاج بالقدر في هذه الحالة أنه كذب. كذلك كذب شوف كيف وصفها الله: كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فأخبر أنها حجة لا تمنع العذاب نزول العذاب على صاحبها. قل هل عندكم من علم فسلب العلمية عنها فإذا هي حجة جاهلة فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. كم وصف الله الاحتجاج بالقدر من صفة؟ 4. وصفها بأنها كذب، وأنها لا تمنع نزول العذاب على صاحبها، وأنها جهل وليست بعلم، وأنها ظن وتخرص لا حقيقة له. وقال الله عز وجل: أن تقول نفس يا إيش
يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذا كله من الاحتجاج بالقدر. ولذلك فقد أجمع العلماء على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حق لأحد بعد ذلك أن يقول ربي أنت كتبت وأنت لم ترد، لا، كل هذا ما يمشي عند الله عز وجل. ويعجبني قصة عن بعض الصحابة أن سارقا رفع لعمر فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فأخذ يده فقطع وقال وأنا قطعتها بقدر الله. فلا يجوز أبدا أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، إذ يجوز لإبليس حينئذ أن يقول ربي أنت الذي كتبت علي ألا أسجد لآدم، فكيف تعذبني بعد ذلك؟ ولذلك يقول العلماء الاحتجاج بالقدر يبطل الشرائع. لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا عند الله لما كان لخلق النار داعي، إذ كل مبطل وكل كافر وكل مبتدع سيقول أنت قدرت عليه إذن اذهب للجنة. طيب ليش خلق النار؟ لماذا إذن إرسال الرسل؟ لماذا؟ صح ولا لا؟ إبطال شرائع مرة، إبطال الشرائع. اقرأ. فكم صار عندنا الآن؟ 3 حالات نصيغها في قاعدة: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب وفي إيش؟ وفي المعائب التي تاب منها. يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب وفي المعائب التي تاب منها، لا في المعائب التي يصر عليها، لا في المعائب التي يصر عليها. هذه 3 حالات في قاعدة واحدة. يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب والمعائب التي تاب منها، لا في المعائب التي هو مصر عليها.